إلى بحيرة ويوان بإقليم خنيفرة، والتي تستقطب في هذه الفترة زوارا كثر من عشاق الطبيعة ولا سيما من هواة صيد الأسماك. البحيرة تشتهر بوجود سمكي الزنجور أو ما يعرف بالبغوشي، والذي يوفر متعة خاصة في اصطياده. نتابع ذلك في روبورتاج هدى مسهل وأحمد الفضيلي. يتحدث الماء والخضرة ليحكيان قصة بحيرة تستقدم عشاقها من كل حدب وصوب. بحيرة ويوان جمال، هدوء وثروة سمكية تستهوي الصيادين. ضمن هؤلاء من يأتي خصيصا لصيد سمك الزنجور، والأمر يتطلب التركيز، الدقة ومعدات تفي بالغرض. كنستعملوا الطعمات، كاين البواسون ارتيفيسيال، كاين بحال دابا كاين هاد السمكه هذه ستان بواسون ارتيفيسيال، سي اون اراب لا كويير. وكنستعملوا الزوارق عندنا هنا البنوماتيك باش كندخل كنصيدوا الجنجور، لحقاش معروف هو بالصعوبه ديالو. بالبحيرة تراقب تصاريح الصيادين والمواد المستعملة، كما لا يسمح بصيد سمك لا يستجيب للضوابط القانونية. فما هي الضوابط الخاصة بسمك الزنجور؟ كنصيدوا جوج وكنعبروا لي ديمونسيون ديالها. الى الحوته الى فيها اكثر من 55 سنتيمتر الفوق كناخذوها، واذا كانت من قل من 55 سنتيمتر كنرجعوها للولاك باش تعيش. عرفنا واحد الرقم قياسي السنه الماضيه من ناحيه العدد ومن ناحيه النوع اللي تصطاد، بحيث كانوا ارقام قياسيه في الاسماك اللي تم الاصطياد ديالها بهذه البحيرات. توفر بحيرة ويوان أشهر بحيرة الأطلس المتوسط صيدا وفيرا، فالزنجور ليس السمك الوحيد هنا، لكنه يعد من أحسن الأسماك اللاحمة. أدخل المغرب عام 34 900 وألف، وتبذل جهود لاستزراعه وإنتاجه والمحافظة عليه كثروة مهمة تستحق العناية.